المحارب المخضرم في الحرب العالمية عنده إنجازات غير عادية. مغامرات الراكي روك وإيزي كومباني كانت بتحصل في نفس الوقت على إيرث 1 وإيرث 2 من غير أي فرق كبير بينهم. الراكي روك كان محارب أسطوري وشخصيته كانت بمثابة تكريم لجنود حقيقيين كتير اللي عاش حياتهم في الظل. مفيش حد يعرفهم وبعدها ماتوا وسط غموض الحروب وضحاياها بالآلاف. حكايته مأساة مؤلمة زي فقدان شخص عزيز كانت السبب في تشكيل حياة الركيب روك من البداية. فرانكلين جو روك اللي اتولد في بنسلفانيا أمريكا كبر من غير أبوه الركيب جون مايكل اللي مات في الحرب العالمية الأولى. بعد كده زوج والدته جون أندرسون هو كمان مات بدري، والركيب روك ما بقاش قدامه غير إنه يكون العائل الوحيد لأسرته. بعد ما خلص دراسته من مدرسة هيلسايد سكول فكر انه يكون ملاكم محترف، لكنه في الاخر اشتغل في نفس مصنع الحديد اللي كان بيشتغل فيه زوج والدته. روك في الوقت ده فكر ان في حاجة كويسة حصلت له لما قابل شخص تاني اعتبره زي الاب، بس للأسف الشخص ده برضه مات وده خلاه في حالة ضعف عاطفي شديد. اخواته كمان مروا بأزمات صعبة في حياتهم سواء حوادث إعاقات دائمة أو حتى الموت. التجنيد كان مكتوب ليه في مصيره، ومع بداية الحرب العالمية الثانية تم ترقيته لمساعد قائد فرقة بعد وفاة رؤسائه فجأة وهو متمركز في شمال أفريقيا. فموقفه كرقيب بقى مؤكد لما قدر يحافظ على موقع وحدته ايزي كومباني فوق التل رغم الهجوم العنيف من الألمان، وخسروا عدد كبير من جنودهم بعد المعركة دي. اتعرض عليه الترقية أكتر من مرة ولكنه حب يفضل في أرض المعركة رغم كرهه الشديد للحرب، لكنه كان مخلص لفريقه للنهاية. فقصص مغامرات الركيب روك بتحصل على إيرث 1 وإيرث 2 في نفس الوقت، والفرق بينهم يكاد يكون معدوم، ورغم مرور السنين فضل الراكيب روك شخصية مهمة وظهر جنب باتمان وسوسايد سكواد وكمان حتى سوبرمان. فهو ظهر في العدد 83 من سلسلة Our Army at War. اتعرفنا عن النسخة الأشهر والأوضح للراكيب روك من الفنان العبقري جو كيبرت، هو اللي صمم الشكل اللي كلنا نعرفه عليه النهارده. وبالنظر ان سنة 1958 كانت فترة مليانة شخصيات أيقونية في عالم الكوميكس اللي كانت منتشر بشكل كبير وقتها، إلا إن الراكيب روك قدر يثبت نفسه ويكون ليه بصمة واضحة، وده بفضل الفن الكويس جدا اللي ظهر بيه. مناخيره المكسورة زي الملاكمين، اللحية الخفيفة اللي مش بتروح، الخوذة المايلة شوية، وشخصيته الذكورية القوية الملفوفة في زي عسكري. فردود أفعاله كانت دايما قليلة الكلام حتى في أسوأ المواقف، وبصراحة كان يستحق يلبس كاب شرفي زي أبطال السوبر لأنه ما كانش أقل منهم في الشجاعة والقوة، سواء اللي بيلبسوا كاب أحمر أو أسود. وبعد أكتر من نص قرن على القصص دي لسه تقدر تبقى موضوع نقاش شيق ومليان تفاصيل لعشاق الكوميكس. فاروق كان عارف إن مسؤوليته بالكامل إنه يخرج فرقته من الجحيم بتاع المعارك سليمة، وكل الدراما في القصص دي بتدور حوالين ازاي المهمة هتنتهي ومين في فريق روك اللي هيتعلم درس في القيم القتالية والرجولة. فكرة ان راكيب روك يكون الراوي كانت قوية وصادقة لدرجة ان بعض المشاهد في الكوميكس كانت بتدي احساس انها 4D كأنها بيكلمنا مباشر. فالمبدع الاصلي وكاتب القصة كان دايما جاد وصريح في اسلوبه، وكأن القارئ بنفسه كان بيحس انه مع جندي محنك في المعركة. استخدم اسلوب التربيتك اللي بيعتمد على تقسيم المشاهد لثلاث لقطات اساسيه، وده علشان خاطر يركز على لحظات التوتر الشديد زي ان راكب روك المصاب وهو بيحاول يعيد تحميل سلاحه او جندي بيجر صندوق ذخيره وسط التلج الكثيف. فعلى مدار 18 شهر قدمت دي سي عدد كبير من القصص اللي بتتمحور حوالين الشخصيه دي، ورغم ان اطول قصه فيهم كانت حوالي 20 صفحه فقط الا ان تاثيرها كان كبير كفايه لتحول الراكيب روك من مجرد شخصيه عاديه في سلسله كوميكس مش مشهوره لايقونه في العصر الفضي للكوميكس زي ما نعرفه النهارده. على عكس ابطال السوبر التانيين شخصيه راكيب روك كانت بتخاطب القارئ بشكل شخصي ومباشر، خاصه في الزمن ده كل قصه من قصص الراكيب روك وايزي كومباني كانت عباره عن مهمه جديده او جزء من مهمه اكبر، لكن الفكره الأساسية كانت الحرب المستمرة معركة بعد التانية. يأس بيزيد مع كل قتال، مفيش استراحة، مفيش حياة هادئة، مجرد وصف خام لأرض معركة مليانة جنود وأصوات رصاص. فالقصص دي كانت زي الجوابات اللي بتيجي من البيت، والصفة المثالية لوصف السلسلة كلها هي إنها كانت قوية ومتينة. فحرصت دي سي على إعادة إصدارها سنة 1977 وبقى في أكتر من 300 عدد متاحين للقراء. فالراكيب روك ظهر قبل كده في جاستس ليج انيميتد سيريس وكمان باتمان ذا بريف ذا بولد. مسلسل جاستس ليج انيميتد سيريس شرفنا بظهور الراكيب روك في الجزء الثاني والثالث دوره كقائد لفريق ايزي كومباني.
والرقيب في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية كان ثابت في الأحداث. في الجزء الثاني لما كانت القوات المتحالفة بتتعرض لهجوم وكانت عاوزة تنسحب من شاطئ معين، كان سوبرمان، فلاش وهوجيرل هما الأعضاء الوحيدين في الفرقة اللي كانوا بيحاولوا يساعدوا الجنود في الانسحاب. ولكن خلال المحاولة دي فلاش لاحظ إن جرين لانترن مفقود وقرر يرجع يدور عليه، لكنه ما كانش يعرف إن لانترن اتعرض لضربة من آلات الحرب النازية وفقد وعيه، وبالكاد قدر يهرب لكنه فضل مختفي ومحدش كان قادر يلاقيه. بعد فترة لانترن فاق ولقى نفسه مع ايزي كومباني. لما عرف ان هم قوات امريكيه خاصه قالوا له ان مهمتهم كانت تدمير قاعده جويه المانيه سريه كانت النازيين بيخططوا منها لهجوم جديد. في الاول الرقيب روك كان شاكك فيه لان خاتمه كان مفقود، ولكن لما شافه بيرمي واحد من اكبر رجال الفرقه كانه بالنسبه ليه ولا حاجه اقتنع بقدراته. مش بس كده، لانترن كمان كان ليه خلفيه عسكريه في قوات مارينز الامريكيه، فتم ضمه رسميا لفريق ايزي كومباني. والرقيب روك رحب بيه وقال له اهلا بيك في ايزي كومباني يا جندي. في الجزء الثالث اخيرا قدر الفريق مع جرين لانترن يلاقوا القاعده الجويه اللي كانوا بيدوروا عليها، وكانت مختفيه تحت تل صناعي وسطه. في اللحظه دي اللي كان في الغزاة بيستعدوا للتحرك، كان الرقيب روك وفريقه بيشنوا هجوم شرس على القاعده، لكن الطيارات طلعت بسرعه. جرين لانترن بيندفع للامام ويسيطر على الطياره الرئيسيه. في الوقت اللي فرقه الجاستس ليج كانت بلغت ان الغزو في طريقه، ذا فلاش جرى عبر المحيط الاطلنطي بسرعه جنونيه علشان خاطر يحذر القوات في امريكا، ولكن باقي الفريق كان بيحاول يوقف الطيارات اللي طلعت من القاعده الالمانيه. في الوقت ده جرين لانترن قدر يعطل نظام التحكم في الطياره الرئيسيه، وده قطع الاتصال اللاسلكي بين طياره المتوحش وباقي الطيارات، فبقوا مش عارفين يتحركوا من غير اوامره، وده خلاهم يبطئوا بشكل كبير. المتوحش كان مقاتل شرس وبدا يعذب جرين لانترن وهم احتجزوا على الطياره. فرقه الجاستس ليج وصلت في اللحظه المناسبه وبدات تهاجم الطيارات اللي طبعا بدات ترد عليهم باطلاق النار. بعد شويه مشاهد مليانه اكشن بان المتوحش فقد السيطره، وكان اخر مشهد دي وهو بيغرق في المحيط. اما بالنسبه لباتمان ذا بريفن ذا بولد، في المسلسل ده الاحداث كانت مختلفه شويه، وهنا تم اعاده تصور اجواء الحرب. والرقيب روك جند نفسه في الجيش الامريكي مباشره بعد الهجوم الياباني في ديسمبر عام 1941. اول مهمه ليه كانت في المسرح الاوروبي للحرب كجندي بسيط، لكنه اثبت جدارته لما حصلت معركه بعد كده، ونتيجه لشجاعته في المعركه دي حصل ترقيه مستحقه واصبح قائد فرقه ايزي كومباني. وفي اليوم ده جي اي روبوت وباتمان بيقدموا دعم لروكيب روك. للاسف جي اي روبوت ضحى بنفسه عشان يدمر مخبأ خرساني كان روك محتجز تحته، وده خلى روكيب روك يتاثر جدا، لكنه مسح دموعه وكمل طريقه مع ايزي كومباني لمواجهه قوات المحور وتحرير فرنسا. اما بالنسبه في شو كيس روكيب روك، من اكتر الاعمال المميزه ان كان في فيلم حرب قصير مليان بالغموض والكاريزما، كان الوجود بتاعه مستوحي من ابداعات عملاقه الصناعه زي بروس تيم، واتنفذ تحت انتاج وورنر بروس، وعلشان كده تم ضمه ضمن اصدارات هوم ميديا مع باتمان هاش. بعد ما فات كتيبته بالكامل في معركة عنيفة وكان مرمي في السرير بيتعافى من الإصابات الخطيرة، الرقيب روك صحي على واقع صعب جدا ما بين ألم الجروح والضغط النفسي، لكن روحه القتالية فضلت قوية زي ما هي. وهنا بعد كده بيجي الملازم ماسيو وكلفه بمهمة جديدة تماما، بس المرة دي المهمة كانت قيادة فرقة سرية جدا من الوحوش تسمى كريتشر كوماندوز، وهيكونوا تحت قيادته المطلقة. ووجود الوحدة دي سر للغاية. ده كان التحذير اللي سمعه رقيب روك قبل ما يعرف تفاصيل مهمته الجديدة، وهي القبض على عالم نازي ومساعده وهم متخفيين في قلعة قديمة على الطراز القوطي، واللي كان لازم الفرقة توصل لها. الفرقة كانت غريبة جدا ومكونة من مجموعة من الكائنات المرعبة، وكان لازم يتم السيطرة عليهم. بس هنا بدأت الأمور تتعقد فجأة. الفريق اتعرض لهجوم مباشر من العدو اللدود للرقيب روك ايرون ماجر، ومع بداية الاشتباك قرر مساعد العالم النازي تشغيل مولد الطاقة الخاص بسلاح دمار شامل أسطوري، واللي كان مجرد شائعة لحد ما بدأ يشتغل فعلا. وفي وسط الكارثة دي الملازم شريف كان بيحاول يتواصل مع رقيب روك، لكن الأخير ما سمعش رسالة بسبب الضوضاء اللي كانت جاية من المعمل. ولحسن الحظ تايلور قدر يعطل المولد، لكن المشكلة ما انتهتش هنا. فجأة أبواب فولاذية ضخمة انفجرت، والرقيب روك لمح لمحة من زي الجيش الأمريكي، فأعتقد إن أخيرا وصلت التعزيزات اللي محتاجها، ولكن للأسف الوضع كان أسوأ بكتير من كده. وايرون ماجر انفجر من الضحك بسعادة شريرة، والسبب الجيش اللي كان قدامهم ما كانش قوات أمريكية، لا دول كانوا الجنود الموتى الأحياء، الفرقة القديمة بتاعته من ايزي كومباني اللي كانوا مع الرقيب روك. فالفرقة الجديدة قتلت بشراسة وقدرت تتخلص من 5 من الزومبي، لكن المشكلة الحقيقية كانت ان بلدوزر واحد من أقوى جنود الفرقة لسه كان موجود، ولو فاق وبدأ يقاتل محدش هيقدر يوقفه. في اللحظة دي الرقيب روك قرر ياخد زمام الأمور، وراح بعد كده على سلاحه تومسون.
باستخدام رشاش تومسون ضرب بلدوزر في راسه وفجرها تماما وسط المعركة. المعمل نفسه بدأ يشتغل بالنار، ولكن ده ما منعش ركيب روك وفريقه ان هم ينصبوا كمين لايرون ماجر. باقي النازيين اللي كانوا بيحاولوا يهربوا حاول ايرون ماجر يستفزهم وقال لهم انتوا مش جايين تقبضوا علينا علشان خاطر تخلصوا العالم، الجيش الامريكي بعتكم هنا عشان خاطر ياخدنا احياء علشان يبنوا جيشهم الخاص من الموتى الاحياء. ولكن الركيب روك ما كانش ناوي يسيب ولا واحد من الاشرار يهرب، وامر الجنود بتصفيه كل الاعداء اللي كانوا محتجزين في المعمل فورا. وبعد ما اتاكد ان ما حدش فلت امر بحرق القلعه بالكامل عشان يمسح اي اثر للابحاث الشريره اللي كانت فيها. بعد المعركة روك وقف قدام فرقة الكوماندوز واعترف انه كان غلطان، قال لهم انه استهتر بقوتهم باصرارهم وبمشاعرهم وانه كان بيعتبرهم مجرد ادوات للحرب، رغم انه لام الملازم شريف على اللي حصل، لكنه برضه كان عاوز يصلح الغلط ووعدهم انه هيبذل كل جهده عشان ما يتمش استغلالهم في المعارك بنفس الشكل تاني. واثناء مغادرتهم ركيب روك وقف لحظة وبص للقلعه وهي بتتحرق، عارف ان فرقته القديمه ايزي كومباني اخيرا خدوا وداعهم اللائق. ولكن ايه بقى اللي بيميز الركيب روك؟ طبعا ما فيش شك ان ركيب روك قناص ماهر وبيستخدم رشاشه المحبوب تومسون عيار 45 مع القنابل اليدويه بدقه شديده، وهو قادر يسقط طيارات معاديه واحده ورا الثانيه. اما في القتال اليدوي فاسلوبه بيجمع بين الملاكمه وحركات قتال الشوارع، وده بيخليه خصم شرس جدا في المواجهات القريبه. ولكن مش معنى كده انه شخص بلا مشاعر، الحرب صحيح قست عليه لكنها ما مسحتش احساسه بالمسؤوليه. روك من جوه شخص مليان شكوك، دايما قلقان على جنوده واحيانا بيسال نفسه اذا كان فعلا قائد كويس ولا لا. ومع انه بيحمل ترسانه ضخمه من الاسلحه زي ذخيره عيار 30 وحزام خراطيش ومسدسات، الا انه مش مجرد جندي بيحارب بالعقل، هو قائد محارب وانسان. فالمؤلف كانيار صرح رسميا ان للاسف الركيب روك وفرقته ايزي كومباني ماتوا خلال الحرب العالميه الثانيه، وده تم تاكيده بشكل شبه رسمي في العدد الرابع من دي سي يونيفرس ليجاسيز، لما القصه الجانبيه اكدت ان اخر رصاصه في اخر معركه في الحرب العالميه الثانيه كانت السبب في مقتل روك اللي مات وهو بيدافع عن بلده. اما بعد الحرب فمصيره كان غامض جدا. في العدد 12 من سوسايد سكواد تم الكشف عن ان ركيب روك اللي ظهر ما بعد الحرب ما كانش الشخص الحقيقي، بل كان مجرد محتال متقمص لشخصيته. لكن بالرغم من ان الفنان جو كيبرت رسم ركيب روك بملامح متعبه ومستهلكه بسبب المعارك، الا ان روحه فضلت صامده ومحدش قدر يهزمه فعلا لا في الحرب ولا في شخصيته القويه. ركيب روك عمره ما كان شخص بيحب الحرب او العنف، لكنه كان محارب حقيقي لما بلده احتاجته، كان جندي وفي للقسم بتاعه وما كانش ينفع يتراجع او يهرب لما نادت امريكا على جنودها للدفاع عنها. فاشوفك الفيديو اللي جاي، سلام.